مساء الهنا والسعادة على الناس اللي سكرها زيادة. لو عندك نص كيلو من اللحمة، تعالي نعمل وليمة بيها وفي خطوتين اتنين وبمكونين اتنين بس. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. استحلفتك بالله تحطي لايك واعملي شير للفيديو، وكمان اكتبي لي كومنت حلو منك وصلي على النبي في الكومنتات. وتعالوا نبتدي بسم الله. هنجيب طاسة او صينية كده على البوتاجاز على طول، ضيفي فيها معلقتين 3 من الزيت وكمان معلقتين من السمنة او الزبدة. قطعت كده 4 بصلات كبار، شرايح بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهنبتدي ندبل الاول البصلة. اوعي تنسي اللايك يا مسكرة وتعملي شير، واحتفظي بالوصفة دي بقى رمضان، وتنفع معاكي تحفة مع شوية رز كده بالشعرية او رز ابيض. وادعيلي بدون بقى وقفة، وفي اقل من 5 دقايق حرفيا هتقومي على طول تعمليها. هندبل البصلة بتاعتنا، مش هنخليها تاخد لون ولا اي حاجة. وهننزل بقى باللحمة بتاعتنا مقطعينها مكعبات زي ما انت حابة. الحجم ده كويس جدا. وابتدي اديلها تقليبتين 3 كده على نار عالية يا مسكرة. نديلها بس تقليبتين 3، وبعد كده نبتدي نجيب 5 فصوص من الحبهان اهو، شكهم كده في خلة عشان تبقى سهل ان انا اخرجها من اللحمة لما تستوي. ضيفي هنا بقى كام ورقة من اللورة، نص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الكزبرة، وسنة صغيرة من السبع بهارات. ودي تقليبة. وتقريبا انا مش هضيف مكونات تاني. وبشرة خفيفة جدا من جوز الطيب، وما تكتريش من جوز الطيب عشان ما تمررش معاكي، هي بشرة صغيرة. مش حباها خلاص ممكن تستبعديها، مش مشكلة. ادي تقليبة حلوة بقى، كله ده على نار عالية اهو. ادعيلي دعوة حلوة بقى وليكي بالمثل، وما تنسيش انا حلفتك بالله ما تنسيش اللايك. بصوا بقى شكل اللحمة بقت خطير جدا. جبت هنا نص كوباية من المية اللي بتغلي من الكاتل على طول مباشرة، نص كوباية بس. هدي تقليبة وهغطي بقى على نار وسط. هنا بقى نهدي النار تتشربها معايا، وبعد كده هبتدي اقلب. وهزود كمان نص كوباية من المية اللي بتغلي. طبعا هنا انا عندي اللحمة بتاعتي كبيرة شوية فخدت معايا سوا. ممكن على فكرة اللحمة تاخد منك اول نص كوباية بس. هي خدت معايا مرتين نص كوباية ونص كوباية، خدت كوباية من المية اللي بتغلي. هنا كانت خلاص ما شاء الله